عبد الحليم ومعاناته مع المرض. عبد الحليم أول نزيف قابله وعمل له مشكلة كبيرة جدا. ازاي اكتشف مرضه، وازاي عرف انه مريض بالهارسيا، وازاي عرف ان الكبد بتاعه مهدد انه خلاص لازم يتشال ويتعمل له زرع كبد. كل ده هنعرفه في الفيديو ده، بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه مع أعز الناس عبد الحليم حافظ. أنا طبعا اتكلمت قبل كده كتير عن مرضه وعلاجه وكل ده، ولكن النهارده عايزة أحدد بالتحديد أول نزيف جه لعبد الحليم. أنا يمكن اتكلمت عنه في الفيديو اللي قبل كده عن طريق إن هو جاله في مطعم. في النزيف اللي جاله في مطعم ده وشال حاجته وافتكر إن هو عنده مرض السل، ما كانش هو النزيف الخطير قوي، لأنه كان كح فلقى دم فافتكر إن هو عنده مرض السل. ولكن النزيف الخطير اللي داهم عبد الحليم وجاله كان في يوم بيفطر في رمضان هو ومجد العمروسي وصديق ليهم اسمه مصطفى العريف في بيته. وبعد كده عبد الحليم وهو بياكل قام جري على الحمام وجري وراه اصدقائه عشان يشوفوا ماله. لقوا عبد الحليم الحمام كله والحوض مليان دم، يعني ترجيع، بس مش ترجيع طبيعي، ترجيع دم. وقتها اصحابه اتخضوا جدا، قالوا له هو في ايه يا عبد الحليم؟ قال لهم انا مش عارف في ايه. ودوه على مستشفى العجوزه اللي جنب عماره السعوديين اللي هو كان ساكن فيها. وقتها كان جاره في العماره دي دكتور، كان دكتور زكي سويدان، فشافه فقال له في ايه يا عبد الحليم؟ قال له مش عارف، انا كنت بفطر وفجاه قام عليا نزيف كده ومش عارف النزيف ده سببه ايه. فكشف عليه دكتور زكي سويدان وقال لازم عبد الحليم يسافر لندن فورا. قال لهم ان النزيف ده جاي اما من دوالي المريء او من دوالي المعده. عشان يشخص الموضوع ده في بروفيسور مشهور جدا هناك في لندن هو متخصص في الموضوع ده، سواء دوالي المريء او دوالي المعده، فلازم يسافر عبد الحليم للندن. وكان دي اول سفريه بسبب النزيف اللي جه لعبد الحليم. البروفيسور ده اسمه تينر، وكان له عمليه باسمه تينر. كانت العمليه دي معروفه بحقن الدوالي سواء في المريء او في المعده عشان يمنع النزيف. ولكن عبد الحليم لما سافر لندن عمل اول عمليه. كانت ايه اول عمليه؟ كانت اول عمليه عملها عبد الحليم هي استئصال جزء من المعده. الجزء ده كان مليان دوالي، مش دوالي طبيعيه، فاستأصلوا جزء من المعدة علشان الدوالي. وكانت دي أول عملية يجريها في حياته سنة 56. ورجع عبد الحليم فرحان ومبسوط وافتكر إنها عملية وعدت والموضوع خلاص انتهى. ولكن بعد 4 سنين وكان بيمثل فيلم موعد غرام رجع له تاني النزيف. اتخض بقى جامد عبد الحليم قوي وقال هو الموضوع كده مش خالص ولا ايه؟ انا كنت فاكر ان انا عملت العمليه وخلصت. كان النزيف برضو حاد ويخوف. فقرر وقتها عبد الحليم انه يسافر لندن للمره الثانيه. فسافر لندن، ولكن المره دي راح عند دكتوره متخصصه في امراض البلهارسيا. الدكتوره قالت له ان الكبد اتاثر تاثر شديد جدا بوجود البلهارسيا في جسمه، وكان هو ده علاجه انه يعيش على الحقنه دي. وحتى في صور كتيره ليه منتشره وهو بياخد الحقنه اثناء البروفات واثناء تعبه وهو بيغني. عبد الحليم عاش على أدوية النزيف، منع النزيف، وعلى أدوية تنشيط الكبد علشان يقدر يكمل حياته، لأنه يقال إن المرض اللي عند عبد الحليم ده ما يخلوش حتى يعيش 28 سنة، ولكن هو قاوم المرض وحاول بكل جهده إنه يتغلب عليه. ولكن العمر طبعا ما فيش حد يقدر يتغلب عليه. قدر يكافح ويجاهد بمرضه ان هو بس يعيش حياته مش مستسلم للمرض، بمعنى انه ما يعيش طريح السرير، يعني ان هو ما يعيش تعبان طول الوقت ويمنع نفسه او يخاف على نفسه من انه يغني او انه، ده بالعكس، ده هو كان عايش حياته كانه مش مريض خالص، يقف على المسرح بكل قوه. في الاغاني ويزيد ولا كانه تعبان. فده كانت القوه اللي مستمدها هو من حبه للاغاني. جاله نزيف الثالث على مسرح 23 يوليو بحضور الرئيس جمال عبد الناصر. كانت اغنيه وطنيه، هي اغنيه المسؤوليه، وغناها بكل احترافيه. وكان فرحان قوي ان الرئيس جمال عبد الناصر حاضر الحفله. لكن بعد الحفله ما خلصت او بعد ما دوره هو خلص، نزف عبد الحليم نزيف جامد جدا وبدأوا يسعفوه. وكان دايما بعد كل حفلة من الحفلات الوطنية دي الرئيس كان بيتعشى مع أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم.
فجمال عبد الناصر لاحظ على عبد الحليم التعب، قال له انت مالك شكلك تعبان ليه كده النهارده يا عبد الحليم؟ راحوا ردوا قالوا له ده عبد الحليم نزف بعد ما غنى الاغاني بتاعته وفعلا باين عليه التعب. قال له ما ينفعش يا عبد الحليم كده، لازم تسافر لامريكا وتتعالج علاج صح. وصاه على دكتور اسمه لينتون في امريكا، قال له تروح له بالاسم كده وانا هخلي الملحق العسكري بتاعي في امريكا ينتظرك وهو اللي هيكمل معاك كل العلاج. وده انا حكيته باستفاضه، ارجعوا للفيديوهات اللي بتكلم فيها على علاج عبد الحليم ومرضه، كل ده مذكور فيها، ولكن انا حكيه كله باستفاضه في الفيديو. المهم قال له لازم تسافر والملحق العسكري هينتظرك، وفعلا راح وهو ومجدي العمروسي، والملحق العسكري انتظره ونزلوه في احسن اوتيلات علشان يتعالج عند لينتون. راجل مخضرم بقى عبد الحليم بقى رايح باشاعاته وتحاليله وحاجاته، قال له ارمي ده كله في الزباله، ومسكوا قطعه. وعبد الحليم وقتها اتنرفز وزعل ودموعه وعينيه رغرغت بالدموع لانه يعني اعتبرها اهانه. فمجدي العمروسي هداه وقال له هو عايز يبدا صح وعايز يبدا بتحليله هو واشاعته هو، انت دي حاجه ما تزعلكش يا عبد الحليم. قال له ايوه بس ده قطع الاشاعات والحاجات. قال له خلاص هو هيعمل من الاول وجديد، انت ما تزعلش. ودي برضو قصة حكيها بالتفصيل هتلاقوها في فيديو مرض عبد الحليم ورجوعه إلى مصر. وبعد كده توالى بقى النزيف على عبد الحليم وبقى يسافر يحقن الدوالي ويرجع يحقن. وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. يوم الدكتور قال له ما ينفعش تتحقن، الدوالي اتهرت جدا ومعدتك تعبت قوي، فلازم نعمل عملية. العملية دي عبد الحليم رفضها تماما. ايه العملية دي؟ العملية هي إلغاء الكبد، عايز يلغوا كبد عبد الحليم تماما. ويعملوا ايه بقى؟ قص شريان من الكبد وتوصيله بوريد من خارج الكبد، يعني يلغوا عمل الكبد اللي هي فلترة الدم من السموم ومن الغازات. يعني دم عبد الحليم يوصل للجسم بدون فلترة، يبقى فيه غازات وشوائب تعمل سحابة على مخه تخليه ينسى. عبد الحليم طبعا سمع كده وابتسم ابتسامة سخرية وقال لهم يعني أنا أبقى واقف على المسرح بغني مش عارف أنا بقول إيه، أخش من أغنية لأغنية وأنا مش عارف، أنا عندي أموت ولا إني أموت من الكسفة دي. قالوا بس تسمع يا عبد الحليم، ما أنت هتاخد علاج أول ما تحس نفسك إن أنت كده مشوش ومش عارف تكمل برشامة تمنع السحابة دي، لأنه هيبقى الذاكرة مش هتنخفض بطريقة كبيرة، لأن البرشام ده هيقلل الغازات لكن مش هيمنعها، وهيقلل النشادر والسموم بس مش هيمنعها. عبد الحليم رفض تماما وقال له انا هموت كده بكرامتي، ولا اني اموت على المسرح وانا مش عارف اغني. قال له لان انت يا عبد الحليم تعبت، انت كل سنه بتعمل بالثلاث والاربع عمليات حقن دوالي مريء ودوالي معده، ما ينفعش، لازم يبقى في حل، وهو الحل الوحيد هو الغاء الكبد. كده عبد الحليم فهم وعرف ان الكبد تليف. معنى ان هم عايزين يلغوه يعني هو اصلا ما بيشتغلش. عبد الحليم برضو اصر، راح لدكتور تاني عشان يحقن له دوالي المريء، وراح لدكتور اسمه مكبس، وهو الدكتور ده بدا يحقن له بمنظار كده دوالي المريء، بس كانت اللي اصبح يعمل جفاف للعضله القابضه للمعده وجفاف في ريقه نفسه. حتى تلاحظوا عبد الحليم دايما على المسرح بيحب يشرب. قالوا انت بتشرب ميه على المسرح؟ قال لهم وانا يعني بعمل حاجه غلط؟ انا باخد دواء بينشف ريقي، يعني انتوا كمان بتحاسبوه على كوبايه ميه بيشربها؟ ده مطرب اصلا، حتى لو مش بياخد علاج عايز يعني يخلي ريقه يبقى كده راتب عشان يعرف يغني مش ريقه ناشف. فكان هو بيشرب الميه دي لان الدواء ده كان فعلا بيعمل كده، بيخلي ريقه ناشف وبيعمل كمان العضله القابضه للمعده ان هو بيخليها جافه، فما بتقفلش كويس، ما بتغلقش كويس، لذلك بقى ارتجاع المريء عنده متعب جدا، ما بيعرفش ينام منه. حتى صمموا له السرير بتاعه مايل كده بحيث لما ينام على السرير يبقى مرفوع شويه علشان يقدر انه لو حصل له ارتجاع ما يتخنقش. يعني معاناه بكل الطرق. ومع ذلك برضو رفض عبد الحليم انه يجري العمليه دي برغم تعبه الشديد، وبرغم ان بطنه بدأت تكبر، وكانوا خايفين لحسن يكون حصل له استسقاء اللي هي فشل الكبد تماما. وفعلا بدأت بطنه تكبر، وقالوا لي يا عبد الحليم اعمل العملية لحد اخر يوم في المستشفى وهم بيقنعوه انه يعمل العملية وهو رفض. عمري جرحي أنا العملية دي راحوا قالوا له طيب يبقى هنعمل زرع كبد. أول ما سمع موضوع زرع الكبد ده عرف برضو إن الكبد بتاعه كده ملهاش أي لازمة، فاتضايق ودخل بقى قال لهم لا اعملوا لي
حقن لدوائر المريء زي ما بعمل كل سنة، ولكن كانت فعلا دي آخر مرة يحقن فيها دوائر المريء، لأنها كانت أصعب عملية، لأن زي ما قالوا كده إن الأنسجة تعبت والحقن أصبح صعب، فهو ما استحملهاش وفاضت روح. أي دمعة حزن لا 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 لا. يوم العملية اللي هو رفض يعملها وعمل حق دوائر المريء ده، لأن عمره انتهى، فربنا يرحمه رحمة واسعة من عنده. أشكر كل المتابعين اللي بيتابعوني، وعلى رأسهم علي أبو موعود اللي دايما بيكتب لي على كل فيديو، أشكره جدا. وأشكر والدته، سلامي ليها الست مهجة والدة علي أبو موعود اللقب عبد الحليم. وكمان أشكر كل المتابعين، وأتمنى أن انتوا تشتركوا في القناة عشان نكبر قناة أعز الناس.